اهلا بكم في اولى حلقات الكورس بتاعنا. النهارده اول حاجه عايز اتعرف عليها هتعرف على الابر. تمام. الابر بتاعتي او الابر اللي انا بشتغل بيها مقاسات. تمام. انا عندي دي ابره رقم 4، دي 4.5، في ابره 5 و6 و8، وفي ابر 3، وفي ابر اكبر من كده. تمام. حسب حجم الخيط اللي عندي انا هشتغل بالابره. تمام. عندي خيوط رفيعه زي دي كده، دي خيوط قطن. تمام. هشتغل او هعرف مقاس الابره ازاي، بيجي لي التفاصيل على الورقه بتاعه الخيط. تمام. هنا ده باللون. تمام. هنا بيجي لي مقاس الابره، يعني هنا هشتغل بابره رقم 3، ممكن اشتغل بابره رقم 2. تمام، مفيش اي مشكله. عندي خيوط صوف زي دي، الخيط ده تخين شويه، ممكن اشتغل بابره رقم 4. في ابر زي دي، ابر ستانلس زي دي كده، ممكن اشتغل بيها بالخيط الرفيع ده لما يكون هشتغل بيها غرزه ضيقه جدا زي غرزه الحشو في شغل الاميجرومي. وشغل الاميجرومي ده هو شغل العرايس. بعد ما تعرفنا على الابر هنتعرف على الخيوط، هنتعرف على الخيوط وانواعها. ده خيط صوف، الماركه دي ماركه اليز، دي تعتبر اشهر ماركه في الخيط، ماركه تركيه حلوه جدا في الخيوط الصيفي وفي الخيوط الشتوي. ده برضو خيط صوف، بس ده خيط مهير. زي ما قلت لكم الخيط الصوف ليه انواع كتيره جدا. ده خيط قطن بنشتغل بيه الشغل الصيفي بالبلوزات اللي هي الصيفيه. ده خيط مكرميه مصري بنشتغل بيه الشنط، خيط حلو برضو، نتيجته حلوه. خيط المكرميه الفرنساوي، للاسف ما عنديش غير اللون ده منه. خيط فتلته ناعمه جدا، بس النتيجه بتاعته حلوه جدا. بشتغل منه على فتلتين او 3. الشغل بتاعه بيبقى خفيف، ما بيبقاش تقيل خالص. ده خيط اسمه خيط سلسله، بشتغل منه شنط الخروج. ده خيط اسمه خيط الكليم، خيط كليم مصري او خيط التيشيرت، بنشتغل منه شنط برضو، بس النتيجه بتاعته مش بتبقى مرضيه قوي، بتبقى تقيله جدا، خاصه شنط المدارس. ممكن نعمل منه مشايات، ممكن نعمل منه كسترات او بوكسات نحط فيها فرش الميك اب او حاجات من دي. ده خيط اسمه خيط الخيش، حلو جدا برضو في الشغل، بنشتغل منه الشنط، نتيجته حلوه جدا برضو. ده خيط اسمه خيط الشعر او خيط رمش العين، بنشتغل منه مشايات او سجاد او شيلان. في الفيديوهات اللي فاتت تعرفنا على انواع الابر وتعرفنا على الخيوط وانواعها. عشان نشتغل بقى اول حاجه لازم نعرفها، هعرف ازاي ان انا امسك الابره. الابره بتاعتي ليها مسكتين، المسكه دي تمام اللي هي كده، والمسكه التانية اللي هي دي. الاريح للايد هي المسكه دي، تمام، اللي هي زي مسكه القلم بالظبط. والمسكتين صح عادي، انا ممكن اشتغل كده وممكن اشتغل كده، بس انا بقول لكم الاريح للايد. والسناره دي لازم الاتجاه بتاعها يكون باصص لهنا كده، تمام، زي ما انتم شايفين كده. هنجري الخيط وهنتعلم مع بعض عقدة البداية. أي شغل عندي لازم أبتدي بيه بعقدة بداية. بداية الخيط بتبقى معايا بالشكل ده كده، تمام، وباقي البقرة في الناحية التانية. هاجي كده أهو، وهخرج دي كده، مخرجهاش كلها من الحلقة، تمام، أهو دي كده ما تخرجش. هعمل كده وكده، قفلت معايا واشدها بالشكل ده علشان خاطر تبقى مقاس الإبرة بتاعتي أهي بالشكل ده كده. عايزه اعلمكم كمان طريقه لعقده البدايه. تمام. الخيط بتاعي اهو، او اول الخيط كده، تمام، همسكه كده اهو، وبعدين الف لفه بسيطه كده، تمام، بقى عندي كده. همسكها من الجزء ده كده، تمام، وهدخل الابره بتاعتي كده وهشد دي كده، بقيت عندي عقده بدايه. يلا بينا عشان نشتغل اول غرزه معانا في الشغل بتاعنا. شايفين الخيط ده؟ اجي كده وهلف او همسك الخيط بتاعي بالشكل ده، تمام، ده كده بيبقى مهوي، يعني الشغل بتاعي او الخيط بتاعي بيسحب من هنا بالشكل ده كده. هاجي همسك كده الخيط بالشكل ده، تمام، الصباع ده هيبقى عليه الخيط ده، والصابعين دولت هيمسكوا هنا. ده بداية الشغل، همسكه بداية الشغل من هنا. بعد كده هاجي كده هنزل بالإبرة تحت الخيط وهسحب بالشكل ده. ده أول سلسلة عملتها معايا. تاني هنزل بالإبرة تحت الخيط وهسحب بالسنارة. كمان مرة هنزل بالإبرة تحت الخيط وهسحب الخيط بالشكل ده. وكل ما السلسلة بتاعتي تكبر ايدي بتطلع معاها بالشكل ده. هنزل وهشد، هنزل وهشد، هنزل وهشد. اهلا بيكم في درس جديد. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض غرزة الحشو. احنا اشتغلنا مع بعض السلسلة في الدرس اللي فات، هرتفع السلسلة كمان، وده ارتفاع غرزة الحشو. انا هشتغل دلوقتي في الغرزة دي، تمام. هدخل كده بالسلسلة او هدخل اسفة بالإبرة في السلسلة، تمام، وهسحب الخيط ده بالشكل ده. بقى معايا حلقتين على الإبرة. هنزل بالشكل ده كده من تحت الخيط
وهسحب بالسنارة بالشكل ده. بقى عندي اول غرزة حشو معايا. هدخل بعد كده في الحلقة اللي جنبها او في السلسلة اللي جنبها بالشكل ده، وهسحب الخيط. تمام. بقى عندي حلقتين على الابرة. هنزل من تحت الخيط بالشكل ده وهسحب. تمام. بقى عندي غرزة حشو، واكمل كل سطر بنفس الطريقة. ان شاء الله النهارده هنتعلم مع بعض غرزة النص عمود. انا هنا عملت 10 سلاسل. انا همسك كده اخر سلسلة معايا. تمام. وبعد كده هرتفع سلسلتين، يبقى ارتفاع غرزة النص عمود سلسلتين. بعد كده هلف الخيط على الابرة بالشكل ده، وهدخل في السلسلة اللي انا ماسكاها دي، يعني في تالت سلسلة معايا اهي. تمام. وهسحب كده. بقى معايا 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط تاني بالشكل ده، وبعد كده هسحب من ال3 حلقات. تمام. تاني هلف الخيط بالشكل ده، او هنزل بالابرة من تحت الخيط كده، وهدخل في السلسلة اللي بعدها وهسحب الخيط. بقى عندي 3 حلقات على الابرة. هلف واطلع من ال3 حلقات. ان شاء الله النهارده هناخد غرزة جديدة. الغرزة اللي هناخدها النهارده هي غرزة العمود. انا همسك اخر سلسلة معايا بالشكل ده، وهشتغل 3 سلاسل. 1 2 3. دول الارتفاع بتوع غرزة العمود. بعد كده هلف بالابرة بالشكل ده، والغرزة اللي انا ماسكاها دي مش هشتغل فيها، هشتغل في اللي جنبها على طول. هلف بالابرة كده. تمام. وهدخل في الغرزة دي. تمام. بقى معايا 3 حلقات على الابرة. هلف كده. في غرزة النص عمود كنت بطلع من ال3، لا انا هلف كده وهطلع بس من 2 بالشكل ده. وبعد كده هلف تاني وهطلع من ال2 دول، يبقى معايا واحدة بس على الابرة. تاني هلف وهدخل في السلسلة اللي جنبها على طول اهو، وهشد. بقى معايا 3 حلقات على الابرة. هلف واطلع من 2، وهلف واطلع من ال2، يبقى معايا واحدة بس على الابرة. هنعلم غرزة العمود بلفتين. علشان اشتغل غرزة العمود بلفتين انا هرتفع 4 سلاسل، وانا همسك اخر سلسلة معايا اهي زي ما قلت لكم قبل كده. 1 2 3 4. بعد كده هلف الخيط او هنزل بالابرة بالشكل ده، وكمان مرة. يبقى انا كده لفيت لفتين على الابرة. والغرزة اللي انا ماسكاها دي مش هشتغل فيها، هشتغل في اللي جنبيها على طول بالشكل ده. هدخل بالابرة بالشكل ده وهسحب الخيط. تمام. بقى عندي 4 لفات على الابرة. هلف بالشكل ده وهطلع. بقى معايا 3، وهلف بقى معايا 2، وهلف بقى معايا واحدة بالشكل ده. تاني هلف لفتين في الغرزة اللي جنبيها بالشكل ده، وهسحب الخيط. بقى عندي 4 لفات على الإبرة. هلف واطلع كده، وهلف تاني واطلع من 2، وهلف واطلع من الاتنين دول. بقى عندي حلقة واحدة بس على الإبرة بالشكل ده. ان شاء الله النهارده هناخد التزايد في غرزه الحشو. من اسمها تزايد يعني هنزود، واحنا اشتغلنا مع بعض قبل كده غرزه الحشو وقلنا ان احنا بنرتفع سلسله واحده بس. تمام. ده الارتفاع بتاعي، والغرزه اللي انا ماسكاها بايدي دي هدخل فيها. تمام. وهشتغل غرزه حشو. كده اشتغلنا اول غرزه حشو معايا. التزايد بقى هعمله ازاي؟ ان انا هزود في كل غرزه انا شغاله فيها، هشتغل فيها غرزه كمان او غرزتين حسب المطلوب مني. انا كده هنا عملت 2، هشتغل في الغرزه اللي بعديها مثلا 3 في نفس المكان كده. 1 كده، 2 كده، 3. يبقى انا كده زودت. تمام. هنا 1 2. يبقى انا كده في واحده زودت فيها 2 او عملت فيها غرزتين، وواحده عملت فيها 3 غرز حشو. وهنفضل كده حسب الشغل المطلوب مني، او حسب عدد الغرز المطلوبة مني.
ان شاء الله النهارده هناخد التزايد في غرزه النص عمود. احنا عملنا مع بعض قبل كده غرزه النص عمود وقلنا ان احنا بنرتفع سلسلتين، ده الارتفاع بتاع غرزه النص عمود. تمام. وهلف الخيط على الابره بالشكل ده، وهدخل في نفس المكان اللي انا كنت ماسكاه اهي، او الغرزه اللي انا كنت ماسكاها هدخل فيها. تمام. وهشد الخيط بالشكل ده، هيبقى عندي 3 حلقات على الابره، هلف واطلع من ال3 حلقات، بقى عندي اول غرزه نص عمود بالشكل ده. تزايد يعني هزود بقى في كل غرزه معايا غرزة أو 2 أو 3 أو 5 حسب الشغل المطلوب مني. أنا كده زودت 2. تمام. هلف وأدخل في الغرزة اللي جنبيها أهي كده، 1 في نفس المكان، 2 ممكن 3. تمام. نفس الطريقة أزود لحد ما أخلص الشغل المطلوب مني، سواء مطلوب مني إن أنا أزود في كل واحدة 2 أو 3 أو 4 أو 5. ان شاء الله النهارده هنشتغل التزايد في غرزه العمود. احنا اشتغلنا مع بعض غرزه العمود وارتفعنا 3 سلاسل بالشكل ده اللي هما ارتفاع غرزه العمود. بعد كده هلف الخيط على الابره بالشكل ده، وهشتغل في المكان اللي انا ماسكاه ده. وده كده عملت اول تزايد، علشان ال3 سلاسل اللي انا عملتهم دولت هما دول اول عمود معايا. بعد كده هلف الخيط على الابره بالشكل ده، وهطلع من حلقتين، وبعد كده هطلع من حلقتين بسلسله واحده بس بالشكل ده. يبقى انا كده عملت تزايد، ال3 سلاسل دول اول عمود، والعمود اللي انا اشتغلته ده فاشتغلت 2 في نفس المكان. تاني الغرزة اللي جنبيها هشتغل فيها تزايد. تزايد هشتغل، ممكن اشتغل 2 عمودين او 3 هنا، او 4 او 5 حسب الشغل المطلوب مني. لما جيت اشتغل غرزة العمود ارتفعت 3 سلاسل، وبعدين قلت لكم الغرزة اللي انا ماسكاها دي مش هشتغل فيها، وهشتغل في اللي جنبيها. تمام. هو ده المفروض اللي بعمله في كل شغل، على اساس ان ال3 عواميد او ال3 سلاسل اسفل اللي انا عملتهم دولت هم دولت بمثابه اول عمود معايا. ولما جيت اشتغلت غرزه الحشو وغرزه النص عمود ارتفعت في الحشو سلسله واحده بس، وقلت لكم هنشتغل في نفس المكان هنا اللي انا ماسكاه ده. تمام. غرزه الحشو او غرزه النص عمود، ارتفعنا 2 اهو، ودخلنا في نفس المكان اللي انا ماسكاه واشتغلت فيه نص عمود. وده علشان غرزة الحشو وغرزة نص عمود غرزة قصيرة، والارتفاع بتاعهم قصير فمش بيبقى باين، يعني لما اجي ارجع بالشغل تاني عشان اشتغل فيهم مش بيبقوا باينين معايا. فعشان كده انا مش هحسبهم غرزة زي ما حسبت غرزة العمود وغرزة العمود بلفتين، انما اول غرزة هي اول غرزة عملتها بعد سلاسل الارتفاع على طول اللي هي دي. التناقص في غرزة الحشو له طريقتين. الطريقة الأولانية اللي هي الطريقة العادية اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض، وفي طريقة تانية اسمها التناقص المخفي، ان شاء الله هنعمله فيديو تاني. اول حاجة انا هشتغل اول غرزة، انا ارتفعت سلسلة واحدة اهو، وهشتغل اول غرزة بس بغرزة الحشو، وبعدين هعمل التناقص. التناقص يعني هعمل غرزتين في غرزة واحدة. هاخد الغرزة الأولانية دي اهي، تمام، مش هقفلها، وبعدين هاخد التانية دي كمان معاها، بقى معايا 3 حلقات على الإبرة، هلف واطلع من ال3 حلقات تاني. اخدنا التناقص العادي في غرزة الحشو، ان شاء الله النهارده هناخد التناقص المخفي. التناقص يعني هشتغل غرزتين في غرزة واحدة بس، ومخفي يعني هشتغلهم من غير ما يبان. انا عندي دولت غرزتين، تمام. الغرزة بتاعتي بتبقى حلقة امامية وحلقة خلفية. تمام. انا عايزه اخد الغرزتين دول مع بعض، فانا هاخد الحلقة الامامية من الغرزة دي مع الحلقة الامامية من الغرزة التانية بالشكل ده كده اهو، وهشد او هسحب الخيط كده. تمام اهي، بقى عندي حلقتين على الإبرة، هلف واسحب الحلقتين دول كأني بشتغل غرزة واحدة بس بتاعت غرزة الحشو. تمام. تاني هاخد الحلقة الأولانية أو الحلقة الأمامية من الغرزة دي مع الحلقة الأمامية من الغرزة التانية، وهشد أو هسحب الخيط بالشكل ده.
تمام. بقى عندي حلقتين على الابره، هلف واطلع من الحلقتين دول. شايفين الغرزه مش باينه ازاي؟ كانها غرزه واحده بس، عشان كده سميناه التناقص المخفي. التناقص في غرزه النص عمود، انا هشتغل معاكم التناقص بطريقتين. هناخد الطريقه الاولانيه بس دلوقتي منها. التناقص يعني هعمل غرزتين دولت في غرزه واحده. علشان اعمل التناقص في غرزه النص عمود انا هلف الخيط بالشكل ده، تمام، وهدخل في اول غرزه وهسحب الخيط، تمام. بقى معايا 3 حلقات على الابره. هسيب ال3 حلقات دولت وهلف الخيط وهدخل في الغرزه اللي بعديها وهسحب. بقى معايا 5 حلقات على الابره. هلف واخرج من ال5 حلقات بالشكل ده كده، تمام. تاني هلف الخيط على الابره بالشكل ده وهدخل في اول غرزه وهسحب الخيط. بقى معايا 3 حلقات على الابره. هلف وادخل في الغرزه التانية واشد. بقى معايا 5 حلقات على الابره. هلف واطلع من ال5 حلقات دولت بالشكل ده كده. ان شاء الله النهارده هناخد التناقص المخفي. علشان اعمل التناقص المخفي انا هشتغل على الحلقه الاماميه من الغرزه دي والحلقه الاماميه من الغرزه التانية. احنا اتفقنا ان التناقص بناخد الغرزتين دولت مع بعض. هلف الخيط على الابره بالشكل ده وهشتغل في الحلقه الاماميه من دي، هاخدها معايا، تمام، والحلقه الاماميه من الغرزه التانية بالشكل ده. اخدتهم مع بعض كده، وبعدين هسحب الخيط واطلع من الحلقتين دولت اللي هو الاماميه من الغرزتين دولت بالشكل ده. اصبح معايا 3 حلقات على الابره. هلف واطلع من ال3 حلقات، تمام. بقى عندي الغرزه اهي ومش باينه ولا مكلكعه خالص زي التناقص العادي. تاني هلف الخيط بالشكل ده وهشتغل على الحلقه الاماميه من هنا والحلقه الاماميه من الغرزه التانية. هدخل في الحلقه الاماميه دي كده وهدخل في الحلقه الاماميه دي كده، تمام، وهشد الخيط او هسحب الخيط من الحلقتين دولت، تمام. بقى عندي 3 حلقات على الابره. هلف واطلع من ال3 حلقات مع بعض. ده كده شكل السطر كامل بالتناقص. التناقص في غرزة العمود أو العمود بلفة. لو أنا بشتغل في قطعة مثلا بغرزة العمود وعايزة أعمل تناقص الغرزتين اللي جايين دولت أو الغرزتين دولت، هلف الخيط بالشكل ده على الإبرة وهدخل في الغرزة الأولانية دي وهسحب الخيط كأني بشتغل غرزة عمود. هلف واطلع من الحلقتين دولت. بقى معايا حلقتين على الإبرة. مش هكمل الغرزة للنهاية، ولكن هلف الخيط بالشكل ده وهدخل في الغرزة اللي بعديها وهسحب الخيط، تمام، وهلف واطلع من الحلقتين دولت بس. بقى معايا 3 حلقات على الابره. هلف واطلع من ال3 حلقات كده. انا عملت التناقص بغرزه العمود في الغرزتين دولت. تاني هلف الخيط على الابره وهدخل في الغرزه الاولانيه وهسحب الخيط وهشتغل كاني بشتغل غرزه عمود، بس مش هكمل الغرزه للنهايه. هلف تاني الخيط على الابره وهدخل في الغرزه اللي بعدها وهسحب الخيط، تمام، وهلف واطلع من الحلقتين دول. بقى معايا 3 حلقات على الابره. هلف واطلع من ال3 حلقات. ان شاء الله النهارده هنشتغل مع بعض الدايره السحريه باسهل طريقه. اول حاجه عندي دي بدايه الخيط او ده طرف الخيط بتاعي. همسكه كده، انا مسكته كده بايدي اليمين، تمام، وهروح لفه صغيره بالشكل ده. بقى عندي كروس من هنا، همسكه بايدي كده، تمام. شايفين اهو؟ ده كده شكلها اهو. دي الطرف ده بيبقى تحت الخيط، بيبقى تحت الخيط، تمام. بعد كده هاخد الابره وهدخل جوه الدايره دي وهسحب الخيط ده، تمام. انا هشتغل بقى بغرزة العمود يبقى هرتفع 3 سلاسل. لو بغرزة النص عمود هرتفع سلسلتين. لو بغرزة الحشو هرتفع سلسلة واحدة. انا هنا هشتغل بغرزة العمود فارتفعت 3 سلاسل بالشكل ده كده اهو. شايفين ده شكل الدايرة من جوه. بعد كده هشتغل بقى جوه الدايرة بغرزة العمود، تمام اهو. هشتغل جوه اي عدد من العواميد انا عاوزاها. لازم ان انا اشتغل على الشغل ده او على الطرف ده بتاع الخيط، تمام. هنا اهو لازم اشتغل فوقه بالشكل ده. ما ينفعش اجي اشتغل كده ودي كده جوه واشتغل هنا، تمام، لا لازم اشتغل على دي كلها كده اهي، تمام.
بالشكل ده كده اشتغلت 12 غرزة عمود جوه الدايرة بتاعتي، شايفين اهو. بعد كده هاجي على طرف الخيط ده وهسحب الشغل بتاعي كده اهو، او هشد كده، هقفل على الدايرة السحرية بتاعتي اهو كده. مفيش اي فراغات جوه هنا، فعشان كده اسمها دايرة سحرية، عشان ما بينتليش اي فراغات في النص هنا. تمام. ناقص عندي بقى ان انا هقفل على الشغل بتاعي بالشكل ده. هاجي هنا على الثلاث سلاسل اللي انا عملتهم او انا ارتفعتهم كاول عمود، هدخل في السلسله الاولانيه بالشكل ده كده اهو. تمام. وبعدين هسحب الخيط من ده كله كده اهو، وسحبت بمنزلقه بالشكل ده كده اهو. وده كده شكل الدايره السحريه بتاعتي. طريقه تانية سهله وبسيطه جدا للدايره السحريه. اول حاجه ده طرف الخيط، تمام، وانا بشتغل طبعا بلف الخيط على صبعي بالشكل ده. هاجي بقى الجزء الاولاني ده هعمله كده، هاجي على صبعي الكبير ده وهلف الخيط كده. تمام اهو اهو، وهفكه كده مع صبعي بالشكل ده. بعد كده هدخل الابره بالخيط في الخيط او في الحلقه، وهشد الخيط كده. تمام. وهشتغل بقى، لو انا هشتغل عمود هرتفع 3 سلاسل، وهشتغل جوه الدايره اي عدد من العواميد اللي انا عاوزاها بالشكل ده. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنشتغل على الخيط ده، على الخيط ده. تمام اهو. خلصت شغل بالشكل ده جوه الدايره، هاجي على الطرف ده اهو. تمام. وهشده بالشكل ده اهو، وبكده قفلت على الحلقه بتاعتي او على الدايره السحريه بتاعتي. بعد كده هقفل الشغل زي ما قفلته برضو في الحلقه اللي فاتت.